السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات سلسله السي اس اس. تخيل لو انا قلت لك ان احنا ممكن نعمل سبينر لودنج من غير ولا صوره ولا اس في جي. هل ده ممكن يحصل بالسي اس اس؟ ايوه، بطريق لمسه بسيطه جدا اللي هي البوردر في السي اس اس. البوردر بيوفر لنا شغل كتير جدا وبيعمل حاجات حلوه قوي، بس احنا لازم نبقى فاهمين صح. كمل معايا لاخر الفيديو، هنعرف ازاي نعمل السبينر لودنج في اخر الفيديو. وتابعنا في كود فيرس اكاديمي، هتقدر تشتغل برمجه بشكل احترافي وتطور بيه بتطور بيه شغلك وتطور بيه نفسك. ما تنساش سبسكرايب، هتلاقي لينكات القناه على كل السوشيال ميديا موجوده في الوصف. حضر نفسك وجهز لابك، يلا بينا نبدا. البوردر الاطارات هي ان انا اعمل اطار للحاجه اللي عندي في صف ال HTML الديف او ايا كان ايه اللي موجود عندي في صفحه ال HTML وانا عايز اعمل لها اطار. فالاطارات دي ببساطه جدا انا هاخد الاي دي اللي انا عامله عندي، هعمل له هاشتاج اهو كده، وهنبدا ندي الاطارات. فهاجي اقول له انا عايز اعمل بوردر ستايل، وهاجي اقول له سوليد، وهاجي هتلاقي الاطار اتعمل من كل الجوانب. طب قلت له بوردر ويد، وقلت له 3 بكسل، فهنلاقي ان الاطار ابتدى ياخد سمك. ممكن بقى نخليها مثلا 7 بكسل كده عشان يبان، فابتدى ياخد سمك للاطار. كمان عندي بوردر كلر، بوردر كلر، وهاجي اقول له وليكن ريد. طيب انا ممكن اغير في الكلام ده؟ اه طبعا، تعالوا نعمل ديف تاني ونشوف تغيير الكلام ده انا ممكن اعمل بيه ايه. هنعمل سكند ديف، هنيجي نكرر الكود ده ونسميه سكند ديف، سكند ديف، بس بدل السوليد هعمله دوت، وبدل السبعة بيكسل هخليها 5 بيكسل، وبدل الريد هشتغل بالدرجة شكل مختلف، وليكن هشتغل بالهيكسا ديسيمال. وتعالوا نغير اللون كده مثلا، فهنلاحظ ان ده سوليد، ده داشد، ده قصدي اسف دوت. في كمان، تعالوا نعمل واحد ثالث نسميه ثيرد، ثيرد ديف كده، ونخلي دي داشد، داشد. وهنا طبعا لازم نزود الثيرد ديف اللي انا ضفته ده، دي هتبقى ثيرد ديف، ثيرد ديف. هنا انا عملته داشد، وتعالوا نغير درجات الالوان، وليكن هعملها ار جي بي، ونختار مثلا في اللون الاخضر ده. فكده هتلاقوا ان في كذا شكل، في سوليد، في الدوت، في الداشد، وفي بقى دبل وحاجات تانية كتيرة للستايل. فكده انا بقدر اتحكم في الستايل والويدز والكالر. بالنسبة لمين الستايل والويدز والكالر؟ بالنسبة للبوردر، سواء كان بقى عندي آه، آم، آه، ال 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 الويدز بتاعي او الكالر ايا كان هو ايه، فده مش هيفرق معايا خالص. طيب هل انا ممكن اشتغل في جنب وجوانب تانية لا؟ يعني اعمل على جنب وجوانب تانية لا؟ فاه طبعا ينفع. طب ده بعمله ازاي؟ هاجي كده، هنسمي ده مثلا كده، وهناخد ده هنبدأ نعمل له تنسيق عندي
اهو. بس المره دي هقول له انا عايز اشتغل على البوردر، وتعالوا نعمل كده توب ستايل. وهنعمل هنا مثلا دبل، وهنا هقول له ينفع اعدي هنا توب برضو. تعالوا نبص كده، وهنا هقول له برضو توب. يبقى انا كده بعمل ايه؟ وتعالوا نغير اللون، نخليه مثلا الدرجة دي، ونغير ده نخليه مثلا 7. فكده انا بشتغل على مين؟ بشتغل على الجنب التوب بس. الحاجات دي كلها لو انا جيت عملت كده هتلاقوها بتظهر معاكم بشكل تلقائي اهو. ادي بوردر توب كلر، بوردر بوتون كلر، ليفت كلر، رايت كلر. كل دي بعد كده ليفت ويدز، رايت ويدز، بوتوم ويدز. تقدر تشتغل بقى على اي حاجه انت عايز تشتغل عليها. يعني التوب في منه الاربع اتجاهات. يعني انا لو جيت عملت دي ليفت، ودي ليفت، ودي ليفت، ينفع؟ اه ينفع. فينفع تشتغل على اتجاه واحد من الاربعه، وينفع تشتغل على اتجاهين، وينفع تشتغل على الثلاثه، وينفع تشتغل على الاربعه زي ما انت عايز بقى. يعني انا ممكن اكرر دول كده، بس دي اخليها مثلا رايت، وهنا رايت، وهنا رايت. وتعالوا نغير شكل الاطار، يعني نخلي دي سوليد بالمنظر ده. فهتلاقي ان دي اطار ودي اطار تاني خالص، شكل تاني خالص. وممكن نغير دي نخليها مثلا درجة، نخليها ريد مثلا، ريد كده. فتاخد شكل اطار مختلف تماما. ممكن اشتغل على البوتوم بس، ممكن اشتغل على التوب بس، زي ما انا عايز، مفيش اي مشكلة خالص. التنسيقات دي قال لك طب ما احنا كده عن طريق الحاجة دي احنا ممكن نعمل شورت هاند، يعني نعمل اختصار يطبق لي كله مع بعضه. فقال لك ايوه ينفع. طب ازاي؟ لو انا جيت عملت كده، وجينا هنا قلنا هسميه اول كده، وهاجي هنا في الستايل هقول له انا عايز انسق الاول ده اول، وهاجي اقول له كده بوردر، وهقف عند البوردر دي كده، واروح جاي قايل له البوردر ده 5 بيكسل سوليد ريد، او جرين، او بلو، او اي لون، او جراي اهو كده. هنا انا عملت ايه؟ هنا انا عملت الستايل، ادي الستايل والويدز والكلر مع بعض من كل الاتجاهات، كلهم مع بعض من كل الاتجاهات. ده بيسموه الشورت هاند، ان انا اعمل ده على طول مره واحده، ان انا اعمله كله مره واحده. تمام. طيب كمان ممكن اعمل حاجه جميله جدا، ممكن اعمل كده. هقول له ان ده سوليد، وهاجي اقول له بوردر كلر، بوردر كلر هيديني اللون. يعني لما اعمل جراي كده هيديني اللون من كل الاتجاهات، انا كده فصلتها. لكن ممكن اعمل كده ريد، جرين. هتلاقي ان التوب والبوتوم خدوا ريد، الليفت والرايت خدوا جرين. طب عملت كده بلو، هيبقى التوب احمر، البوتوم ازرق، الليفت والرايت جرين. طب عملت كده جراي، هيبقى كل واحد منهم واخد لون. اللي انا بعمله ده كله بيسموه شورت هاند، شورت هاند. تمام. طيب هل دي الحاجات اللي ممكن اعملها بس؟ قال لك لا، انت كمان ممكن تعمل حاجه اسمها راوندد. طب ايه الراوند ده؟ تعالوا نقرر نعمل كده ونقول ان ده هناخد تنسيق الراوند. وهنيجي في الستايل، هننزل كده ونقول راوندد
وهنبدأ نعمل بوردر. ادي بوردر. البوردر ده 6 بكسل سوليد لايت بلو. جميل. غالبا كاتبين كلمة راوندد غلط. راوندد اهي. وهاجي اقول له هنا بوردر ريديوس، وهقول له 15 بكسل. بصوا على الاطار هنا عمل دوران اهو. طبعا كل ما هنزود الرقم كل ما الاستدارة دي هتزيد، كل ما الاستدارة دي تزيد. طبعا البوردر ريديوس ده ممكن نعمل كده بقى. انا كده عامله من جميع الجوانب. طب لو انا عملت بوردر ريديوس بوتوم ليفت ريديوس، بوتوم ليفت ريديوس كده، وقلت له هنا 15 بكسل بوتوم ليفت ريديوس، هتلاقي الجنب ده بس هو اللي خد الاستداره. يبقى انا، طب لو قلت له بوتوم رايت يبقى الجنب اللي هناك ده اللي هياخد الاستداره. طب لو قلت له توب رايت، توب رايت، هتلاقي ان الجنب اللي هناك ده هو بس اللي خد الاستداره. ممكن نخلي الجنبين ياخدوا استداره زي ما انا عايز، يعني يكون مثلا بوتوم ليفت، فيبقى الجنب ده والجنب ده هم اللي واخدين الاستداره معايا. زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى ممكن اعملها من كل الجوانب، وممكن اعملها من جنب واحد بس زي ما انا عايز. من كل الجوانب بتتعمل بالمنظر ده بوردر راديوس، وادي له بقى الاستداره اللي انا عايزها، وليكن مثلا 30 بكسل، فيعمل لي الاستداره دي. طيب تعالوا بقى للتركه اللي بناخدها في كل محاضره. عايز اعمل سبينر لودنج باستخدام البوردر. سبينر لودنج باستخدام البوردر. فهنيجي كده اهو، هسمي ده سبينر. وطبعا ما ينفعش يبقى فيه كلام اهو، هنلغي الكلام اللي عليه. كويس. طيب هنيجي بقى هنا في الستايل، هعمل كده سبينر، وهنبدأ ندي شوية تنسيقات. هقول له ان الويدز 60 بكسل، الهايت 60 بكسل. جميل. يبقى الويدز 60 بكسل والهايت 60 بكسل. بعد كده بوردر راديوس 50%. لحد دلوقتي مفيش حاجة ظهرت عندي. ليه؟ الديف فاضي، انا عامل ديف فاضي ما فيهوش كلام، وفي نفس الوقت مفيش لسه بوردر اتحط، مفيش الوان للبوردر اتحطت. تعالوا نعمل بوردر. بوردر 8 بكسل سوليد. بس المره دي مش هنديله لون. لو قبل ما ندي اللون اهو، بصوا كده، ادي السبينر بتاعي اهو مدور اهو. طب الاستداره الكامله دي جت منين؟ من البوردر ريديوس 50%. لو انا شلتها كده هتلاقيها بقى واخد شكل مربع. هنا بقول له 50% خد الشكل ده. بس انا دلوقتي انا مش عايز اللون ده كده، مش عايز ده يبقى كده. فهاجي اقول له ترانسبيرنت. ترانسبيرنت يعني انا مش عايز اللون، فكده اللون اختفى تاني. طب وبعدين بعد ما عملت كده انا خفيت، وهقول له انا عايز بوردر من اتجاه واحد بس. بوردر توب كلر. بوردر توب كلر اهو. هيديله لون ايه؟ خلينا في مثلا في اللون الريد. فهيعمل من الطب بس. كده بقى شغال منين؟ من الطب بس. بعد كده هديله بوكس شادو، هعمل له ظل. الظل ده عشان يبين الشغل معانا، لكن هو طبعا ملوش استخدام معايا هنا، لكن بس عشان يبين الشغل مش اكتر ولا اقل. هقول له انا عايز 0
من ثلاث الجوانب بتوعه 2 بكسل، من الثلاث جوانب بتوع الظل 0 و2 بكسل. شايفين ابتدى يبان اهو، شايفين الظل كده ابتدى يبان. و6 بكسل، شايفين هنا ابتدى ياخد الظل، ابتدى ياخد شكل مختلف. انا عملته عشان يبين الشغل، طبعا لازم نديله لون، فار جي بي اي. وهاجي هنا هقول له 0 و0 و0 0.08 كده، فياخد المنظر ده معايا. طيب السبينر احنا عارفين ان ده بيلف، فهنبدأ نديله انيميشن. انيميشن، الانيميشن سبين، المدة بتاعته 0.9 سكند. جميل. وبعدين عايزه لينير. بعد لينير هقول له انفاينايت. يعني عايزه يلف على طول، عايزه دايما يلف. عشان يعمل الحركة بتاعتي هقول له ات كي فريمز، وهقول له هنا انا عايز انادي على سبين اللي هو السبين ده، وهبدا اقول له تو ترانسفورم روتيت 360 ديجري. يبدا يلف معايا زي ما حضراتكم شايفين اهو. سبينر بسيط جدا وسلس جدا، وباستخدام تنسيقات في منتهى السهوله اللي عملها لي مين؟ البوردر بتاعي. تابعونا في فيديوهاتنا في سلسله السي اس اس، يوصلكم كل جديد. ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. السلام عليكم.